اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. النهارده جاي احذركم من حاجتين مهمين قوي، فخليكم معانا. الحقيقه يا جماعه الشمس طلعت النهارده، فقلت اخرج شويه اتمشى. الجو صعب شويه ولكن الشمس مدفيه الجو. زي ما انتم شايفين ان احنا يعني عايشين في تلاجة. تلج حواليكم من كل حته، كل واحد بينظف قدام بيته. والشوارع، ولكن قدام البيوت كلها مغطاه بالتلج، والجناين كلها مغطيه بالتلج، والجناين العامه متغطيه بالتلج. فده بيحسسك ان انت عايش في فريزر يعني. فتخيل بقى كل المساحات دي متغطية بالتلج، يبقى انت احساسك ايه يعني؟ عايز اروح لمكان يعني واسع شوية اوريكم المنظر. صعب يعني، الجو صعب. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. يعني زي ما انتم شايفين مساحة التلج كبيرة جدا، وده بيزود الاحساس يعني بالبرودة. وبرضو الناس اللي هم يعني زي حالاتي كبار شوية في السن، يعني يفضل انك تلبس نظارة شمس، خصوصا في الجو المشمس زي كده. هتبقى عينيك توجعك لان الشمس بتضرب في التلج وتنعكس على عينيك. انا ما بقدرش الحقيقة، صعب شوية على العينين. فيفضل زي ما انتم شايفين ان الرصيف مغطى بالتلج خالص، فخطر ان امشي في الشارع فوق الكوبري، فارجع افضل. يعني المكان ده اللي انا بصور منه في الصيف، في كده زي ستريم صغير، لكن صعب اوي ادخل فيها، الدنيا يعني صعبة. التلج الحقيقة خطر انك تمشي عليه، يعني ممكن تزحلق بسهولة. وبرضه وانت ماشي تخلي بالك، لو انت جديد في امريكا في الولايات الشمالية تخلي بالك يعني خطواتك تبقى محسوبة، وتحاول تمشي في الحتت اللي هي مفيهاش تلج على قد ما تقدر، وتبقى خطواتك بطيئة وثابتة. اللهوجة والمشي بسرعة بيؤدي لحاجات مش كويسة. الزحلقة هنا سهولة 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 ما بعدها سهولة. ربنا يعني يحافظ على الكل. الحقيقة الناس لما بتيجي أمريكا بتبقى عندها توقعات عالية قوي، وبتعتقد ان هو المجتمع مفيهوش سرقة ولا غش ولا احتيال ولا حاجة زي كده، بس ده مش واقع. الواقع ان في ناس كتير بتتعايش على الاحتيال والسرقة وكده، ودايما بيبقوا ورا الناس كبار في السن. فخصوصا في موضوع الاي تي ام، لسه شايف دلوقتي حالا الموضوع ده في التلفزيون، ان هو بيروح الصبح يسد فتحة دخول الكارت على مكنة الاي تي ام بالصمغة او بالسيليكون حاجة زي كده، وبيجبر الراجل اللي رايح او الست اللي رايحة تسحب فلوس ان هي تتاب. يعني الكروت هنا في امريكا ويمكن في مصر كمان بقت وايرلس، ان انت مش شرط تحط الكارت في المكنة، ولكن ممكن تحط الكارت فوق المكنة قدام المكنة كده، وبتبدأ تقرأ معلوماتك وبتدخل كلمة السر، فهو بيقف وراك. ودايما بيحذروا ان تخلي بالك من التحركات السسبيشس، اللي هو الناس المريبين اللي وراك اللي جنبك، لان هم غالبا بينقلوا كلمة السر
خزنوها في دماغهم، بيبقوا اذكياء جدا، وبيعتمدوا على انك لما تمشي مش هتخلص الترانزاكشن، مش هتقفل الترانزاكشن، مجرد ان انت تمشي بيخش وراك، حط كلمة السر ويسحب بياخد فلوسك. وشفت حالات كتير يعني. طبعا هو البنوك هنا في امريكا ساعات كتير او يعني في معظم الحالات بترجع الفلوس تاني يعني. كل الحالات اللي انا شفتها هنا رجعوا لهم الفلوس، لكن برضو تكون واخد بالك، لان بيفضوا الكارت بتاعك خالص يعني. مجرد ان هو بيعرف كلمة السر بتاعتك بيفضي الكارت بتاعك خالص. الحاجة التانية المهمة قوي 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 برضو، انت لما تيجي امريكا ممكن ما تعرفش القانون فبتسافر. هو مش قانون الحقيقة، هو القانون انك تسافر بحرية تامة بالكاش، ولكن في واقع الامر اللي بيحصل حاجة غير كده. برضو لسه شايف حلقة عن ناس كتير جدا وقعوا ضحية السفر بالكاش في المطارات. حد شاف عربية في بلد تانية واخد كاش معاه، حد شغلته كده حب يروح مزادات في بلد تانية يدفع كاش وياخد العربية اللي تعجبه ويمشي. ولكن الحقيقة لما سمعت البرنامج لقيت أكتر الناس في المطار اللي بيتعرضوا للتوقيف هم ناس من ذوي البشرة السمراء، ويوقفوهم. واللي بيوقفهم الحقيقة إدارة مكافحة مخدرات، يعني مش أموال ولا حاجة. هو بيقول له بيدور على مخدرات، من حقه إنه يوقفه ويفتشه. فتش الشنطة بيلاقي كاش، بيصادر الكاش ويسيب الراجل يروح بدون أي حاجة، بدون أي وجه حق. شفت حالات كتير، اللي معاه 8، اللي معاه 10، اللي معاه 20، اللي شغلته كده. لكن هو بيقولوا إن دي دايما بتبقى فلوس بيستعملوها في شراء المخدرات والإتجار بالمخدرات، فبيصادروها بيصادروها بدون أي معلومات وبدون أي وجه حق. حتى لو ما لقوش مخدرات، بيقولوا إن معظم الحالات يمكن 90% من الحالات ما لقوش فيها عندهم مخدرات في الشنطة، ومع ذلك بيصادروا الفلوس الكاش بدون إبداء أسباب، هو بياخدوها وخلاص. فخلوا بالكم وانتم مسافرين بلاش الكاش. برضو الناس اللي جايه جديده بلاش تاخد كاش معاك، خلي كل تعاملاتك داخليا هنا في امريكا بالكارت. لانك ممكن تبقى فاكر ان انت يعني تاخد الكاش، يمكن تجيب عربيه من ولايه تانية، حظك يطلع سيء، حد من دول يوقفك. بيبقوا اندر كفر يا جماعه، ما بيبقوش لابسين بوليس، بيبقى لابس كده لبس عادي زينا كده ملكي، ويبدا يوقفك، فتش، لقى فلوس ياخدها ويصدرها وخلصت القصه. بيرفعوا قضايا بعد كده، بس الناس بتقول ان الفلوس بترجع لهم بعد خصم المصاريف واتعاب المحاماه وكده، ما بيرجع لهمش حاجه بقى. بيرجع نسبه بسيطه قوي يعني. دي كانت حلقه سريعه كده، اشكركم والقاكم الحلقه القادمه ان شاء الله.